الصمت هو الصديق الوحيد اللي عمره يخونك. الطبيعة البشرية كتخلينا ديما نبغيو نهضرو نملؤ الفراغ اللي كيكون ناتج عن السكات. وغتكون لاحظتي بلي أصعب وقيته كدوز عليك هي اللحظة فاش كتلاقى مع شي حد وكتكون المحادثة غادية مزيان، حتى كتجي ديك اللحظة المفاجئة فاش بجوجكم كتسكتوا وما كتلقاو ما يتقال. فهنا خويا اختي باش ما تخليش المحادثة تحبس كتبدا تقول يعني واحد الهضرة ما عندها حتى شي معنى، بحال ملي كتهضر على الطقس. والتفسير ديال هذه القضية هي أن الإنسان كيكره السكات، ولكن راه هو من بين الأمور المهمة في الحياة. ودابا جا الوقت باش نعطيك الخطوات الفعالة باش تقدر تتقن هاد الفن، فتبع معايا حتى الاخر. وغنبداو بأول خطوة اللي هي درب نفسك على الصمت. التعبير والكلام هي غريزة فينا، فملي كتكون فشي مجمع كتبغي تشارك الأفكار وتعطي الرأي ديالك في داك النقاش، وكل واحد كيبغي يبين راسو هو اللي فاهم. وهذا الشيء نتيجة لطبيعة التنافسية اللي عندنا، واللي كيوهمك باللي أنت مجبر تربح جميع النقاشات واخا تكون كتقول هضرة غلطة، فكتولي في حالة دفاع عن النفس وكتشبت بالرأي ديالك. وهذا الشيء اللي غيخليك تقول شي حوايج اللي تقدر تندم عليهم من بعد، أو تقول شي هضرة اللي كتجرح أو تحطم النفسية أو العكس. وهذا الشيء علاش المرة الجاية ملي كتكون كتهضر مع الناس في المدرسة أو في الخدمة أو في شي خرجة معينة ولاحظتي بلي يعني دخلوك في شي جدال في موضوع معين وانت عارف بلي داك الجدال ما غيفيدك في والو، فبلا ما تصدع راسك والتزم الصمت باش تبقى مرتاح. ثانيا، حافظ على هدوءك. أسهل حاجة تقدر ديرها فاش تعرض للإهانة مثلا هي ترد عليها في البلاصة. هنا باش تولي نيفو طالع ما تردش على ديك الإهانة، وكيلزمك يعني الصبر وترسن شوية. ولكن باش ما يتفهمش كلامي بصيغة غلطة، ملي تهشم عليك شي حد وينعتك بصفة انت عارف بلي كاع ما فيك، بحال مثلا يقول عليك مثلا انت متكبر، فمن الحكمة هنا تخليك ساكت. ولكن إلا شفتيه تمادى وصل لك الخطوط الحمراء ديالك، في هذه الحالة السكات كيكون خطوة غبية. هذا الشيء علاش خاصك تدافع على راسك. ثالثا، سيطر على نفسك. الدماغ الإنسان كينقسم لجزئين، الجزء المنطقي والجزء العاطفي. فاش كتعرض للإهانة مثلا أو قلة الاحترام على سبيل المثال، أول حاجة غطرى لك هي أنك غدير واحد ردة فعل عكسية ومتهورة نتيجة يعني الجانب العاطفي كيف ما قلت سابقا. وهذا الشيء اللي غيخلي الغضب ديالك باين على الملامح ديالك، وهكا غتكون خليتي الطرف الآخر يوصل داك الشيء اللي باغيه. فالطريقة الصحيحة باش تواجه هذا الموقف هي وتربحه هي تسيطر على نفسك وما تخليش الجانب العاطفي يتحكم فيك، وخدم الجانب المنطقي باش تخلي لدماغك الفرصة باش يحلل هذاك الموقف وفي الآخر يخرج بأفضل قرار. رابعا، كن مستمع جيد. فمن الأمور المهمة اللي غتخليك تعلم فن الصمت هي أن تكون مستمع جيد. هذا الشيء اللي غيمكنك تكون محبوب من طرف الناس، وغتكون قادر على استيعاب الكلام ديالهم والتحليل ديالهم باش تفهم الموقف اللي انت فيه. بزاف المشاكل كيكون الحل باش تفاداها هو تصنت مزيان للطرف الآخر باش تفهم المشاعر والرغبات ديالهم، ولهذا خاص تكون مستمع جيد. وفي الأخير السكات يعني مهم في الحياة، ولكن ماشي ضروري يكون حكمة، حيت بعض المرات يعني ضروري خاصك تهدر وتعطي الرأي ديالك.